السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. والفيديو نتاع اليوم يلقاكم كامل مهنيين وفرحانين يا رب. صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه وازكى التسليه. اليوم جيت ندير معاكم بسبوسه تذوب في الفم، وراح نشارككم الوصفه خطوه بخطوه. بصح ما جيتش برك نطيب، جيت نحكي معاكم في واحد الموضوع من القلب للقلب، هضره بزاف نساء يحتاجوا يسمعوها. لأن بصراحة العلاقات السامة ولات تدمر النفسية بصمت، والمرأة مرات تلقاها تتعب بزاف وهي ما تعرفش السبب الحقيقي اللي راها تتعب فيها. شوفوا، كاين نساء يقولوا لك راني دايما مخنوقة، راني دايما متقلقة، ما عنديش طاقة، وليت نكره روحي. بصح كي ترجع تشوفي السبب، تلقاي الناس الغالطين هما اللي دايرين بيها. لهذا اليوم راح نهضر معاكم على العلاقات السامة، الناس اللي يغاروا منك ويمتصوا منك طاقتك وانتي ماكيش فيقة، وقعدتك معاهم هي اللي راهي تضر فيك. خليك للنهاية، لأن آخر نقطة تعلمتها بعد تعب طويل، ولو كنت فاهمتها بكري كنت وفرت على قلبي بزاف وجع. أول حاجة لازم كل مرة تفهمها، مش أي شخص يضحك معاك راهو يحبك. كاين ناس يضحكوا معاك باش يعرفوا أخبارك وخلاص، وكاين ناس يقربوا منك باش يقارنوا رواحيهم بيك، وكاين ناس يحبوا يعرفوا واش عندك لأن من الداخل يغاروا منك. والمشكل أن المرأة الطيبة غالبا ما تشكش في الناس، تدخل الناس لقلبها بسرعة، تلقاها تحكي كل شي وتلقاها تصدق كل شي وتعطي ثقة كاملة، ومن بعد تتفاجأ باللي نفس الشخص اللي كانت ترتاح معاه هو اللي تعبها نفسيا. كاين ناس إذا شافوك فرحانة ولا شريتي حاجة جديدة ولا تنجحي في عفسة ولا يجيك خبر، يحسوا بالضيق ويبدلوا معاملاتهم معاك، ولا يدخلوا الشك والتوتر لحياتك. يمكن بعض النساء يقولوا كيفاه نعرف باللي الشخص يغار مني؟ نقول لكم بعض العلامات. أول علامة وش هي؟ الإنسان الغيور ما يفرحلكش من قلبه، قدامك يقولك ما شاء الله بصح تحسي الكلام بارد وتحسي باللي الفرحة ناقصة. تاني علامة دايما ينقص منك. إذا لبستيها مليح يقولك عادي، إذا نجحتي يقولك أكيد جات بالصدفة، وإذا فرحتيه بحاجة صغيرة يحاول يبينها لك راهي بلا قيمة. لا ماه، لأن الغيور يتعب كي يشوف غيره مرتاح. وزيد كاين نوع من الناس خطير بزاف، الناس اللي يطفيو الطاقة، وكاين اشخاص غير تقعدي معاهم تحسي روحك مخنوقة، بعد ما تهدر معاهم تحس التعب، تلقى روحك تفكر وتضيق بدون سبب. وهادو غالبا يكونوا ناس سلبيين بزاف، دايما المشاكل، دايما انتقادات، دايما طاقة سوداء. المرأة الذكية لازم تعرف تحافظ على طاقتها النفسية، ماشي أي شخص يستحق يدخل عقلك وقلبك. أنا تعلمت حاجة مهمة بزاف، الراحة النفسية أغلى من أي علاقة. إذا العلاقة خلاتك تبكي أكتر ما تضحكي فهي علاقة متعبة. إذا العلاقة خلاتك تخافي تكوني على طبيعتك فهي علاقة سامة. وإذا العلاقة خلاتك دايما تحسي بالنقص فهي علاقة تؤذيك. كاين نساء يظنوا باللي الصبر يعني يتحملوا كل شيء، هنا لا، الصبر شيء وإهمال النفس شيء آخر. وزيد كاين نساء يتعبوا لأنهم ما يعرفوش يحطوا حدود أي شخص يهدر معاهم في الوقت اللي يحب، ولا أي شخص
يدخل في خصوصياتك. أي شخص يطلب يفهم حاجة حتى يطيحوا من التعب النفسي. والله كلمة صغيرة بصح تريح القلب بزاف. لازم الناس تعرف حدودها معاك، مش لأنك طيبة يعني الناس تتجاوز عليك. وزيد حاجة مهمة بزاف، ما تحكيش كل أسرارك. صدقوني كل ما الإنسان قلل الكلام على حياته كل ما ارتاح أكتر. كاين ناس يسمعوا لك غير باش يعرفوا نقاط ضعفك، لهذا خلي بعض الأمور بينك وبين ربي سبحانه فقط. وزيد تعلمت باللي العلاقات السامة ما تجيش دائما بالصراخ والمشاكل الكبيرة، مرات تكون بكلمة صغيرة متكررة. مثلا شخص كل مرة يحسك باللي راكي ناقصة، كل مرة يسخر منك، كل مرة يقلل من أحلامك. مع الوقت هذه الكلمات تدمر الثقة بالنفس وبدون ما تشعري. لهذا لازم بيني للإنسان الثقة نتاعك. وكاين كلام يهدمه تماما. وزيد كاين ناس يحبوا يشوفوك ضعيفة، لهذا ما تستغربوش كي تلقاو ناس تبدلوا عليكم فجأة. مرات السبب مش انتي، السبب انهم شافوك بخير. وهنا لازم المرأة ما تبررش روحها بزاف. الناس اللي تحبك فعلا راح تفهمك حتى لو غلطتي، والناس اللي ما تحبكش حتى لو كنتي كاملة راح يلقاو فيك ألف عيب. لهذا ريحي نفسك. وزيد تعلمت حاجة أخرى مهمة، البعد أحيانا رحمة. كاين علاقات كي تبعدي عليها تحسي نفسك رجعتي تتنفس، الهدوء يرجع، الراحة ترجع، النوم يتحسن، حتى شكلك يتبدل. لأن النفسية المتعبة تبان على الوجه. والله كاين نساء كانوا يظنوا باللي المشكل فيهم، وبعد ما بعدوا على بعض الناس اكتشفوا باللي المشكل كان في الطاقة السلبية اللي كانوا عايشين فيها. لهذا اسمعي لي مليح، أي شخص يخليك تشكي في قيمتك ابتعدي عليه. أي شخص يستهزأ بأحلامك بعدي عليه. أي شخص يفرح لحزنك بعدي عليه. أي شخص يتعبك نفسيا باستمرار حطي حدود معاه. الحياة أي قصيرة بزاف باش نعيشوها كامل في التوتر. وزيد حاجة أخرى مهمة، ما تدخليش نفسك في المنافسة مع الناس. كاين نساء يتعبوا لأنهم دايما يقارنوا رواحهم بغيرهم، شكون خير شكون عندها أكتر. هذه أكتر حاجة تسرق راحة القلب. كل مرة عندها رزقها وطريقها اللي ربي كتبها لها. إذا شفتي وحدة ناجحة قولي لها ربي يزيدك. القلب النظيف راحة كبيرة والله. وزيد تعلمي تحبي روحك. المرأة اللي ما تحبش روحها أي كلمة تكسرها، أي انتقاد يطيحها، وأي علاقة تتعبها. أما المرأة اللي واثقة من نفسها تعرف قيمتها حتى ولو الناس كامل انتقدوها. وهذه الثقة ما تجيش بيوم واحد، تيجي بالتدريج. كي تهتمي بنفسك، كي تحترمي روحك، كي تختاري الناس الصح. وزيد أهم حاجة قربك من ربي سبحانه. صدقوني كاينة راحة ما يعطيها لك حتى إنسان. كي تدعي وتحكي همك لربي تحسي قلبك خفاف. كاين ناس كامل ما يفهموكش، بصح ربي سبحانه يفهمك بدون حتى ما تهضري. لهذا دائما خلوا علاقتكم بربي قوية. وفي الأخير حبيت نقول لكم حاجة من القلب، ما تخلوا حتى واحد يطفي لكم نوركم، ما تخلوا حتى كلام الناس يكسركم، ما تخلوش الغيرة والحسد يدخلوا لكم الحزن. عيشوا براحة وببساطة وهدوء. اختاروا الناس اللي يريحوكم نفسيا، الناس اللي يفكروا من القلب، الناس اللي يفرحوا لكم من القلب. وما تنساوش المرأة القوية مش هي اللي ما تتعبش، المرأة القوية هي اللي كل مرة تتعب وتوقف من جديد. وإذا وصلتي لهنا في الفيديو
قولوا لي في التعليقات. راح نحافظ على راحتي النفسية ونبعد على كل طاقة سلبية. وفي الأخير البنات نتمنى يكون الفيديو خفيف عليكم ولو شوية. وإذا عجبكم الكلام وحبيتوا هذا النوع من الفيديوهات الطويلة بالطاقة الإيجابية، ما تنساوش تدعموني بلايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء.